فيلمنا بيبدأ مع المؤلف لومون سنيكت وهو بيكتب رواية عن عائلة بودلر اللي بتكون مكونة من 5 أفراد، وأكبر أولادهم هي فيوليت اللي عندها 14 سنة واللي بتحب تخترع أي حاجة حتى لو من مواد بسيطة أو موجودة حواليها، ولما بتربط شعرها ساعتها لازم نعرف إنها تخترع حاجة جديدة. وأخوها كلاوس اللي بيحب يقرأ أي كتاب وبيحفظه مجرد ما بيخلصه. أما أختهم الصغيرة ساني فدي بتحب أي حاجة. وفي يوم وهم على البحيرة بيجي لهم محامي العيلة بو وبيعرفهم إن بيتهم اتحرق وإن أمهم وأبوهم ماتوا، ولما بيروحوا البيت بيلاحظ كلاوس منظار ذهبي وبياخدوا هم في العربية بيعرفهم بو انهم هيكونوا تحت وصاية قريبهم الكونت أولاف. ولما بيوصلوا البيت بيلاقوا بيت معفن جدا وبيستقبلهم أولاف كويس قدام بو، لكن لما بيمشي بيعملهم وحش وبيعرفوا ان ممثل فاشل، ولما بيدخلوا اوضتهم بيلاقوها وحشة جدا. وتاني يوم بيكتب لهم أولاف قائمة كبيرة جدا من المهام علشان يعملوها، ولما بيجوا اصحابه بيعرفهم عليهم وبيكونوا مقرفين زيه وبيعاملوهم وحش برضه. بيقول لهم أولاف انهم عاوزين الغدا، فبتقول له فيوليت ان مفيش مهمة عن تحضير اي اكل، فبيقول لها انه كاتبها في ظهر الورقة وبتكون المهمة رقم 172. فبيدخلوا للمطبخ لأول مرة في حياتهم وبيدوروا على أي حاجة وما بيلاقوش غير مكرونة وسط الأدوات بتاعته. ولما بيعملوا الأكل بيعترض أولاف وبيطلب لحمة، فبيتخانق معاه كلاوس فبيضربوا أولاف وبيخليهم يطلعوا أوضتهم، وبيكون كلاوس قرفان جدا وعاوز يخلص من أولاف. لكن في المحكمة بيتم الحكم لأولاف إنه يكون الوصي عليهم فعلا. وهم مروحين بيقف بالعربية قدام محل وبينزل علشان يشتري حاجة وبيقفل عليهم العربية، وبيكون أولاف موقف العربية على شريط القطر. فبيعرف الأولاد خطته وبيكون هو جوه المحل مستني يسمع الانفجار علشان يخلص منهم ويورثهم، بس بسرعة جدا بتربط فيوليت شعرها وبتشيل جلد الكرسي وبتعمل خطاف وبيقدروا يغيروا اتجاه القطر في آخر لحظة. وبيستغرب أولاف لما ما بيسمعش أي صوت وبيخرج وهو هيتجنن. ومن حسن حظهم بيكون بو معدي بالعربية وبيشوف صانع على كرسي السواق، فبيتخانق مع أولاف لأنه مهمل وممكن يأذي الأولاد. ولما بيقولوا له إنه حاول يقتلهم ما بيصدقهمش وبيقرر ياخد منه الوصاية وبياخدهم لقريبهم التاني العم مونتي، واللي بيكون مهتم جدا بالحيوانات والزواحف الغريبة زي الكوبرا المراسين والضفدعة أم 3 عيون والأفعى السوداء، واللي بيأكد لهم إنها لطيفة جدا وما بتأذيش أي حد. وبيكون مبسوط إنهم معاه، ومع الوقت بيبدأوا يتأقلموا مع الوضع الجديد وبيهتموا معاه بالحيوانات وهو بيغني لهم الأغاني اللي أبوهم كان بيغنيها لهم. وبعد فترة بيجي أولاف وهو متنكر في عالم حيوانات إيطالي، لكن الأولاد بيتعرفوا عليه بسهولة فبيهددهم إنهم لو كشفوه هيقتل كل اللي في البيت. وبيجي مونتي وبيعرفوا أولاف بنفسه إن عالم إيطالي وهيكون مساعده لأن المساعد بتاعه تعب ومش هيعرف يجي، لكن في الحقيقة أولاف اتخلص منه. وبيحاول الأولاد يعرفوه بكل الطرق إن ده أولاف، لكن ما بيعرفوش، فبيقدر كلاوس إنه يوصل الرسالة لمونتي عن طريق تعبان. بس للأسف بيصحوا تاني يوم بيلاقوا إن مونتي مات، وبتقول الشرطة إن مونتي مات مسموم والتعبان الأسود هو اللي عضه لأنه مختفي. بس هما بيأكدوا إن الأفعى دي طيبة جدا وإن الإيطالي هو القاتل، وما بيصدقوش إلا لما صاني بتلعب الأفعى وبتقعد تلعب معاها. فبيخلع أولاف بسرعة والشرطة ما بتقدرش تمسكه، وبياخدهم بول الوصل الجديد. ولما بيحاولوا يقولوا له إن الإيطالي هو أولاف ما بيصدقش كلامهم أبدا. وبيوصلوا للوصل الجديد وبتكون الخالة جوزفين، وبيكون بيتها على حافة الجزيرة متثبت بالعافية بعمدان خشب مسوس. ولما بيدخلوا بيتهز البيت وبيلاقوا إن جوزفين طيبة جدا بس موسوسة وبتخاف من الموت جدا، لدرجة إنها ما بتستخدمش البوتاجاز لينفجر وما بتفتحش التلاجة عشان ما تقعش عليها. وبتقعد معاهم وبتعرفهم القواعد اللي لازم يتبعوها علشان يعيشوا كويس مع بعض. وتاني يوم بتوريهم جوزفين ألبوم الصور بتاعها وبتعرفهم إنها كانت شجاعة جدا وبتحب تعمل مغامرات، وبتوريهم صور أبوهم وأمهم وبيشوفوا المنظار الذهبي معاهم كلهم، فبيسألوها عليه لكن هي بتتهرب من الإجابة. وبعدها بتوريهم الجزيرة من الشباك وبتشاور لهم على الكهف المتجمد، وبتقول لهم إنها اكتشفته هي وجوزها، بس للأسف هي وحيدة ومنعزلة لأنه جوزها هجم عليه حيوانات العلق وقتلوه. وبعدها بيخرجوا مع بعض علشان يشتروا حاجات من السوق، وبيشوفوا أولاف وهو متنكر في لبس بحار، وبيكون عمل سيرش كويس عن جوزفين وبيبدأ يكلمها عن الحاجات اللي بتحبها. ولما الأولاد بيقولوا لها إن البحار هو أولاف ما بتصدقش وبتطلب منهم يكملوا شوبينج ويرجعوا على البيت، وهي هتسبقهم. ولما بيرجعوا البيت ما بيلاقوهاش، وبيشوفوا الشباك مكسور وجوزفين سايبه رسالة انتحار. لكن بيكتشف كلاوس إن جوزفين ما انتحرتش عن طريق إنه حلل الرسالة ولقاها شايلة كل آخر حرف في الكلام، وعرف إنها مستخبية في الكهف المتجمد. وفجأة البيت بيتهز جامد فبينكسر وبيكونوا واقفين على جزء خشب بعيد عن الباب. فبتربط فيوليت شعرها وبتقول لهم على فكرة، وهي إنهم يرموا الهلب اللي معاهم على الخشبة اللي رابطة الخشب بالباب. فهيقعوا ناحية الباب وفعلا بيقدروا ينفذوا الخطة وبينجوا من الموت. ولما كلاوس بيقول لفيوليت انهم لازم يبلغوا البوليس بترفض لانهم مش هيصدقوهم ولازم ينقذوا جوزفين الاول علشان تشهد على أولاف. وبيركبوا المركب وبيكون كلاوس قاري 15 كتاب عن الابحار وكتابين عن الارصاد الجوية، واستخدم اللي قراه لغاية ما وصلوا للكهف وفعلا لقوا جوزفين. وما كانتش مصدقة انهم حلوا الشفرة، وقالت لهم ان أولاف اللي خلاها تكتب الرسالة وهددها انه هيقتلها، فطلبوا منها تروح معاهم وتشهد بده. لكنها كانت خايفة، فقال لها كلاوس ان الكهف هيتباع وهي
وهيجي ناس قريب وهيشوفوها فخافت من الإحراج وراحت معاهم. وهم في البحر بيهجم عليهم حيوانات العلق وبتدمر المركب، لكن بيشوفوا مركب جايه من بعيد فبيشاوروا لها وبيلاقوا عليها أولاف فبيقولوا له ان جوزفين هتشهد عليه، فبياخدهم على المركب وبيسيب جوزفين تموت غرقانه. وبتوصل الشرطه وبول المكان فبيعمل أولاف انه انقذهم من الموت. فبيسألوا بوه عن سبب وجوده فقال له انه حس انهم في خطر وقرر ينقذهم. فقال له كويس لانهم لو ماتوا الوصي ما يقدرش ياخد من ميراثهم اي مليم، والفلوس هتروح للقرايب من الدرجه الاولى زي ازواجهم مثلا. فبيعرف أولاف ان كل اللي عمله ملوش اي لازمه، لكن بتجيله فكره جهنميه وهي انه يتجوز فيوليت وعمل مسرحيه اسمها الكونت أولاف والجواز المية مية. وبتكون فيوليت مستغربه من انه اختارها علشان تمثل معاه، لدرجه انه جاب قاضيه المدينه علشان تمثل انها بتجوزهم. لكن كلاوس بيعرفها ان أولاف عايز يتجوزها بجد وبعد كده هيقتلهم. فبيجي أولاف وبيأكد على كلامه، بيقول له انه موافق على جوازها بما انه الوصي، ولو قالوا اي حاجه هيقتل اختهم. وبيشاور لفوق وبيلاقوا رابطها فوق في قفص. وبتبدا المسرحيه والقضيه بتجوزهم. وبيروح كلاوس علشان ينقذ سان وبيقدر بعد عذابه انه ينقذها، وبتمضي فيوليت على عقد الجواز. وبعدها بتفضل تقول للحضور انه يتجوزها وهيقتلهم عشان الميراث، بس محدش بيصدق. لكن أولاف بيقول لهم انها بتقول الحقيقه وانهم قالوا على خطته من اول يوم، لكن محدش صدقهم لمجرد انهم اطفال والبوليس ما يقدرش يقبض عليه لانها مراته. وبيلاحظ كلاوس شباك غريب في عرسه كبيره بيقدر من خلاله يوجه ضوء الشمس بدرجه كبيره على اي حاجه فتتحرق. وبيكتشف ان أولاف هو اللي قتل ابوهم وامهم، فقرر ينتقم منه ووجه الشمس على وثيقه الجواز وحرقها. ولما الناس شافتها اتحرقت ضربوه واتحكم عليه بالسجن مدى الحياه، بس قبلها لازم يدوق كل العذاب اللي شافه الاولاد من البيت المتبهدل للعلق والعربيه على شريط القطر. وبعدها بنشوف الاولاد وهم مع ابوه رايحين للوصي الجديد، وبيعرفهم ان أولاف قدر يهرب من السجن. ولما بيوصل الاولاد للبيت بيكونوا مش خايفين يكون الوصي كويس او شرير، لانهم طالما مع بعض مفيش حاجه هتقف قصادهم. وبيلاقوا رساله من والدهم بيطمنهم فيها، وبيقول لهم ان المنظار اللي معاهم لو وجهوه لاي حته هيرشدهم لحاجه جديده. وما تنسوش تعملوا لايك للفيديو واشتراك للقناه علشان توصل لكم كل ملخصاتنا.